بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الواحد حزين وزعل واتضايق واتحسر لأن أسهل ماتش لعبه الهلال ده من وجهة نظري، ولكن مباراة السيتي هي اللي خلصت النهاردة بدني على فرقة الهلال. فرقة الهلال دي لو لعبت بكرة مثلا زي الفرق اللي هتلعب دي، أعتقد إن هي خدت قسط كبير من الراحة، ما كناش هنشوف التعب اللي احنا شفناه النهارده والارهاق على الفرقه. ولكن شابوه، ولكن الهلال شرف الكره العربيه والكره الافريقيه، وكان جدير النهارده. انا بقول لك لو كان وصل النهارده اعتقد ان هو كان هيلعب على النهائي، لان النهارده ده كانت نقطه محوريه زي ما بيقولوا كده، كان مربط الفرس. لو عدى النهارده انا اعتقد ان هو كان الفترة اللي جاية هياخد قسط كبير من الراحة، كنا هنشوفه بعد كده في النهائي. ولكن قدر الله ما شاء فعل. انتوا عملتوا اللي عليكم، انتوا عملتوا بطولة عالمية نالت احترام واعجاب الجميع، سواء على الكرة العالمية او الكرة العربية او الكرة الافريقية. مش هقول غير ان انتوا فريق محترم، فريق فعلا شرف الكرة العربية كلها، عنده شخصية فريق. والمشكلة كمان ان مش واخد دوري، يعني مش واخد دوري في بلده، ما بالك بقى الفرق اللي خدت الدوري اخبارها ايه. فاعتقد ان دي حاجة تحسب للمنظومة اللي هي منظمة البطولة دي. في اجنده دوليه في ميعادها، في لعيبه بتلعب في ميعادها، كل الكلام دوت هو ده اللي النهارده ادى الانطباع. ولكن انا بلتمس العذر لفرقه الهلال النهارده، لان لو هم في حالتهم وما كانوش لعبوا ال 120 دقيقه بتوع السيتي، كان النهارده اسهل فرقه دي. الفرقه دي سرقت الماتش، والله سرقت المباراه. فرقه ضعيفه جدا، ولكن هم منظمين دفاعيا، وما كانش فيه الشراسه بتاعت الماتش بتاع الريال، الشراسه بتاع الماتش بتاع اللي هو سالزبورج ده ولا ريد بول، ولا الشراسه اللي هو كانت في الماتش بتاع باتشوكا، ولا الماتش بتاع السيتي. النهارده انا من وجهه نظري، برغم ان هو ما راحلوش حاجات كتيره النهارده، بس ياسين بونو النهارده هو نجم المباراه في الانفراد اللي هو صده، هو وحارس المرمى التاني على فكرة، بس هو صد انفراد تام. يمكن برضو رونالدو اللي هو جاب الجون هو السبب في الجون، ويمكن هو سبب في الخسارة ككل النهاردة، لان في واحدة بعد الجون على طول لو عملها للراجل اللي جاي من ورا ما هو ما طمعش، كان راح انفراد جاب جون. والجون اللي هو دخل التاني اتقطعت منه، والجون الاولاني كانسيلو معرفش، مش عارف ازاي لعيب محترف ومش عارف يطفش كوره. ولكن هنرجع ونقول قدر الله ما شاء فعل، وانتوا عملتوا بطوله عالميه وتستاهلوا كل الثناء والتقدير والاحترام من كل العالم، من كل العالم. بس انا زعلان لاني مش هي الفرقه دي اللي تطلع الهلال. يعني انا لو طلعت الماتش اللي فات من السيتي والله ما كنت هزعل. لو طلعت مثلا، لو ما وصلتش بسبب ماتش مثلا ريال مدريد ما كنتش هزعل. بس النهارده زعلان جدا ان فرقه ضعيفه زي دي، ماشي منظمه حاجه بس ضعيفه ملهاش اي انياب. يعني هم كورتين اللي راحوا بيهم جابوهم اجوان، والانفرادين التانيين اللي هم راحوا بيهم دولت غلطات بسبب المدافعين. ويمكن الجون الاولاني غلطه والجون التاني غلطه، واحده من كانسيلو والتانيه من رونالدو. يلا معلش، والله زعلان ومتضايق جدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بس انتوا شرفتوا الكرة العربية كلها. اشوفكم ان شاء الله في الموسم الجديد، وكل سنة وانتم طيبين، وقفلنا الموسم على كده. السلام عليكم.